عسلامتكم الناس الكل، اش احوالكم؟ ان شاء الله راكم بصحة جيدة، راكم بخير. الحمد لله يا ربي. هكا تعدوا برشا ايامات في رمضان، ما شاء الله الوقت فيسع فيسع. دونك كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو اليوم جيتكم بريسات كالعادة، سهلة وبنينة واقتصادية وفي دقائق تحضر. دونك لهنا عنا الباركات كيما قاعدين تشوفوا، شريت القوالب جاهزة كما العادة والعوايد، وعملت لكم حويجة بنينة وخفيفة وتعوض لنا البريك والطاجين اللي يتكلفوا برشا مكونات ويستهلكوا برشا زيوت، يعني حاجة غير صحية. دونك لهنا للبركات متاعنا انا استعملت كعبة بطاطا حجم كبير، بطاطا مطبوخة في الماء كما تشوفوا هنا. عملناها بالمغرفة، رفسناها بالمغرفة. وهذه البركات شريتها قوالب جاهزة للأمانة. لهنا البطاطا متاعنا كيما قلت لكم تنجم تعملوها مطبوخة في الماء والا تقصها قطع وتقلها في الزيت. بصراحة مطبوخة في الماء ابن وحتى صحيا خير. زدت شوية معدنوس عليهم شوية بصل، البصل يعطي نكهة وبنة مع الخليط البركات. لهنا انا استعملت الطن، حطيت كمية معتبرة كما تشوفوا بالضبط. نجموا تعوضوا الطن بالسكالوب دجاج ولا اللحم مفروم ولا الخضروات، تبقى اختياري واللي متوفر عندكم. ضفت حاجة أخرى منكهة وتزيد بنة على بنة للبركات متاعنا اللي هي الكبة. إذا أنتم تحبوه وموجود عندكم يا حبذا تستعملوه، وحطوا أي حاجة تحبوها أكيد. معناتها إذا عندكم مكونات أخرى أنتم تحبوها علاش لا، معناتها حطوا الحاجة اللي تحبوا عليها وتحبوا تاكلها. ولا أنا حطيت البيضة الأولى أو العظمة الأولى للخليط متاعنا. دونك الخليط لهنا بيضة واحدة شايح شوية هاك، علاش زدت بيضة ثانية عظمة أخرى. ولا دونك كما قلت لكم هنا حويجة سهلة وبنينة واقتصادية وتحضر في دقائق، يعني قبل شقان الفطر تقريبا بربع ساعة 4 دراج، يعني من 15 دقيقة ل20 دقيقة. شريت القوالب حاضرة كما قلت لكم جاهزة، نجموا كيف تطيبوهم وتحضروهم في وقت مسبق، يعني التحضيرات من ضمن تحضيرات رمضان. ولا هذه البيض الثاني كما قلت لكم. وهنا نكهنا بالفحات او التوابل اللي عنا واللي نحبذوها. حطيت شوية تابل وكروية وشوية كركم وشوية زنجبيل. نجموا تستغنوا على اي نوع من انواع التوابل اللي ما تحبوهاش، ولا تضيفوا نوع اخر انتم تحبوه، يبقى اختياري وعلى حسب ذوقكم. دونك هنا الخليط شوفوا ما شاء الله حضر هاكا جاري شوية، معناتها مش شايح ومش جاري على الاخر، يعني الخليط المناسب. دونك هذه القوالب اللي قلت لكم عليها شريتها حاضرة. وهذه اخر مكون نضيفوه لخليط البركات اللي هو الجبن. هنا استعملت 50 جرام جبن ايمونتال مرحي. استعملوا اي جبن عندكم متوفر، حتى المثلثات، المهم يكون جبن مش مستحضر باش يعطينا هاك البنة ويكون اكثر صحية معناتها. فوالا لهنا نشدوا كعبة الباركات متاعنا ونعبوهم بالخليط اللي حضرناه. انا اخترت الشكل هذايا، شكل هيك مزيان ومحلاه معناتها منظر وشكل يفتح الشهية والنفس. هنا ما تعبوش الباركات متاعكم بالكمية اكثر من اللازم باش ما يخرجش الخليط وبعتالي تسيب يولي منظرها ما يجيبش الشهية برشا. وكذلك ما تنقصوش في كمية الخليط زادة باش ما تكونش الكعبة ناقصة. ولا حطوا الكمية المناسبة متاع حجم وشكل البركات متاعكم بطبيعة الحال. انا اخترت هنا النوعية كما قلت لكم وشكل مختلف المرة هذه. فوالا هنا زينتهم بكعبات زيتون اسود كما تشوفوا بالضبط. تبقى كما قلت لكم عملية التزيين اختيارية او على ذوقكم. زدتها شوية قطع جبن صغيرة. فوالا هذه نوع اخر من الجبن. المهم لازم يكون جبن باش تجيكم النكهة والبنة متاع الخليط. في اي مملحات لازم تستعملوا جبن يعني مش مستحضر، ابعدوا عن المستحضر على قد ما تنجموا. دونك وهنا الفرن تاعي يسخن، نحط على 150 درجة
وتطيبوا البركات من 15 إلى 20 دقيقة. كما قلت لكم ما يتطلبش برشا وقت، وإلا على حسب الفور متاعك حتى نطيبوا البركات وقت صايي طابوا وقتها تنجم تهبطهم على الطاولة متاعك. وهنا السليطة اللي قلت لكم عليها، عملت مع البركات سليطة. ماذا بينا في رمضان نحاولوا نعملوا حاجات صحية وأنواع مختلفة من السلايط يعاونونا على وجبة رمضان الرئيسية مع الشوربة. هنا عملت سلطة تونسية صيفية بامتياز، ولكن أنا حبيتها واشتهيتها في رمضان، وفيها 4 مكونات فقط: كعبة طماطم مقصوصة قطع صغيرة كما تشوفوا، وكعبة خيار وإلا فقوس، احنا في تونس نقولوا فقوس، وشوية بصل مقصوص جويد، وأقل من نصف كعبة تفاح مقصوصة جويدة. بنة السلطة هذه اللي هي كلها منفعة وفيها بزيد مياه وأملاح، وفيها كالحلاوة متاع التفاح، يعني مكونات متوازنة ومتكاملة. لهنا السليطة متاعنا خفيفة اقتصادية والبنة مضمونة. كما قلت لكم حويجة سهلة وفي ما تحضر وما تتكلفش وما تشدش اليد. والسلطة هذه عملت لها الصوص هنا شوية زيت زيتونة وشوية ملح، ردوا بالكم تنسوا الملح، وشوية نعناع. السلطة هذه تحب شوية نعناع شايح، بما اني انا ما عنديش نعناع شايح في الوقت الحاضر عملت شوية، قصيت شوية نعناع اخضر او فريشك قطع جويدة وفوحت بهم السلطة متاعي. اللي ما يحبش النعناع ولا نكهة النعناع ينجم يستغني عليها، تبقى على ذوقكم كما ديما نقول لكم. عانتها الصوص متاعنا شوية زيت زيتونة شوية ملح وشوية نعناع. وهذه سلطتنا حاضرت والبركات متاعنا حاضرة ما شاء الله وتبارك الله. نعاونوا بهم طولة رمضان، نحاول نخلقوا طاقة جديدة في سيدي رمضان، ونحاول نعملوا أجواء رمضانية ممتازة وإيجابية، ونتلهوا بالعبادات متاعنا، ونحاولوا نستغفروا ونسبحوا ونقروا برشا قرآن، وبحول الله بحول الله الأجر حاصل إن شاء الله. يا ربي رحمة ربك واسعة ما شاء الله. الأجواء الرمضانية ديما مشرها صحة وشفاء للناس الكل.